كواليتي مش موجود منه كتير داخل القارة، مدافع يمتلك إمكانيات سوبر، قائد وعنده شخصية ولاعب شيك وكورته عالية. حلقتنا النهاردة عن زين الدين بالعيد، اللاعب المرشح بقوة للانتقال للنادي الأهلي. هنعرف كل حاجة عن اللاعب من وقت بدايته وكلام كتير جدا يهم كل أهلاوي. فواحد الله صلى على النبي واعمل لايك ويلا بينا نبدأ الحلقة. زين الدين بالعيد مواليد 1999، يعني عنده 25 سنة في الوقت الحالي. طوله 1.87 متر وقيمته التسويقية 1,400,000 يورو. وطبعا مركزه في الملعب مدافع، ولكن مدافع يمتلك القوة والسرعة والكرة الحلوة، وده كله هنتكلم عنه أثناء الحلقة. بس خلينا نعرف هو بدأ إزاي. بالعيد بدأ مسيرته مع نادي نصر حسين داي الجزائري، اتأسس هناك وكان واحد من أهم لاعبي القطاع، وكان دايما بيتم استدعائه للمنتخب الجزائري سواء تحت 20 سنة أو تحت 23. اتصعد للفريق الأول في موسم 19-20 وكان عنده 21 سنة في الوقت ده. لعب أثناء الموسم 20 مباراة وقدم موسم مميز جدا ولفت الأنظار بقوة، علشان بعدها ينتقل لاتحاد العاصمة بقيمة 450,000 يورو لمدة 4 مواسم. ومع أول موسم تألق وقدم مستوى هايل، لعب 36 مباراة وقدر يخرج ب 15 مباراة كلين شيت، يعني ما دخلش فيهم أهداف. مش بس كده، ده كمان سجل هدف وصنع هدفين. الموسم الثاني لعب 30 مباراة، سجل 3 أهداف وخرج ب 15 كلين شيت. أما الموسم الثالث كان أعظم موسم لبالعيد مع اتحاد العاصمة، الموسم اللي تقدر تقول عليه مدافع بدرجة مهاجم صريح، لأنه لعب أثناء موسم 22-23 39 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع 3 وخرج ب 19 كلين شيت، وقدر يقود الفريق بانه يفوز بالكونفدراليه الافريقيه والسوبر الافريقي قدام الاهلي. وفي نفس الموسم ده لعب كاس الامم للمحليين مع الجزائر وكان مقدم مستوى سوبر، وما دخلش فيهم ولا هدف لحد النهائي، وفي النهائي خسر امام السنغال ولكنه قدم مستوى فعلا ممتاز. وفي الموسم الحالي لعب حتى الان 23 مباراه وسجل 3 اهداف وعمل 10 كلين شيت. الجميل في الموضوع انه قادر كل موسم يتخطى 10 مباريات او اكتر بشباك نظيفه، وده خير دليل ان خط دفاع اتحاد العاصمه فعلا جيد، اللي بيقوده طبعا زين الدين بالعيد. اما لو اتكلمنا عن المستوى الفني فبالعيد مدافع ذكي، التايمنج بتاعه ممتاز جدا، التدخلات الارضيه هايله والهوائيه، قادر يدخل في التحامات قويه وعنده ارتقاء مميز، جيد جدا في قفل زوايا التمرير وتوقع مسار الكوره، مش بطيء تماما في المساحات. على مستوى بناء اللعب بيطلع بالكره بشكل جيد وكورته كويسه. اما على المستوى الهجومي بيجيد لعب الضربات الرأسية وقادر يسجل منها اكتر من مرة. لاعب عنده ارتقاء وتوجيه وقوة فعلا جيدة، بالاضافة انه لاعب جيد جدا في تنفيذ ضربات الجزاء. هو فعلا مدافع مميز واضافة قوية للنادي الاهلي. ولكن لازم نطرح سؤال مهم جدا، هل بالعيد هينضم مكان منعم؟ ولو ده حصل مين الافضل؟ بص، وجهة نظري الاتنين قريبين جدا من بعض، ولكن كرة منعم اعلى بعض الشيء واسرع برضو الى حد ما. ويا سلام بقى لو منعم كمل، انت هيكون عندك اعلى كواليتي في القارة منعم وبالعيد. ثنائي السوبر يقدر يوصل للاهلي لمكانة كبيرة خصوصا في كاس العالم للاندية. ولكن بما ان الكلام اقرب ان منعم يخرج، فانسب لاعب يعوض رحيله هو زين الدين بالعيد، وانا واثق انه هيدخل في الاجواء على طول، لانه لاعب عنده شخصيه وامكانياته كبيره فعلا. ولحد هنا صديقي انا خلصت كلامي. اتمنى تكون الحلقه عجبتك واتمنى تكون عرفت كل حاجه عن اللاعب. عاوزك تقولي في الكومنتات تحت، هل بالعيد لو انضم للاهلي هيكون اضافه ولا انت شايف ايه؟ وهل يقدر يعوض رحيل منعم ولا لا؟ واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي. نتقابل بخير، سلام.